مرحباً في ساندويتش إنجليزي. هنا مش هتلاقي دروس تقليدية ولا حفظ ممل. هنا هتلاقي كل جملة بتقولها بالعربي في يومك بتتحول ببساطة لجملة إنجليزي زي الأجانب. سواء كنت في البيت، في الشغل، أو بتتكلم مع أصحابك، كل موقف وكل كلمة هنحولها مع بعض لوجبة إنجليزي لذيذة وسهلة. مع ساندويتش إنجليزي هتتعلم تنطق، تفهم، وتتكلم بثقة، وكأنك بتتعلم من الحياة نفسها. انضم لينا وخلي لغتك تاخد نقلة جديدة. ساندويتش إنجليزي، اللغة اللي هتعيشها كل يوم. أهلاً بيكم في ساندويتش إنجليزي. حلقتنا النهاردة عن التنظيف والترتيب. في الحلقة دي هنتعلم جمل جديدة عن التنظيف والترتيب هتساعدنا في تحسين مستوانا في الإنجليزي. وفي نهاية الحلقة هقول لكم على شوية نصايح إزاي تحافظوا بيها على إن البيت يفضل مترتب ونظيف. يلا نبدأ. الجملة I'm cleaning the room هقولها مرتين بالأمريكان accent. I'm cleaning the room. I'm cleaning the room. معناها بالعربي بالعامية المصرية أنا بنظف الأوضة. I am يعني أنا، cleaning يعني بنظف، the يعني الآن، room يعني الأوضة. كده الجملة كلها بتتفهم إنها أنا بنظف الأوضة. الجملة دي ليها بدايل ممكن نقولها. I'm tidying up the room. I'm straightening up the room. I'm tidying up the room. I am يعني أنا. Tidying up يعني بروق أو برتب. The room يعني الأوضة. يعني كلها على بعضها أنا برتب الأوضة. 2. I'm straightening up the room. I am يعني أنا. Straightening up يعني بظبط أو برتب. The room يعني الأوضة. كده الجملة كلها معناها أنا برتب الأوضة. الجملة I need to sweep the floor هقولها مرتين بالأمريكان accent. I need to sweep the floor. I need to sweep the floor. معناها بالعربي بالعامية المصرية أنا محتاج أكنس الأرض. أي يعني أنا. need to يعني لازم أو محتاج. sweep يعني أكنس. the floor يعني الأرض. كده الجملة كلها بتقول أنا لازم أكنس الأرض. الجملة دي ليها بدايل زي I have to sweep the floor. I should clean the floor. هنشرح البدايل. 1. I have to sweep the floor. I have to يعني لازم. sweep يعني أكنس. the floor يعني الجملة أنا لازم أكنس الأرض. 2. I should clean the floor. I should يعني يفضل أو مفروض. clean يعني أنظف. the floor يعني الأرض يعني الجملة المفروض أنظف الأرض. الجملة Let's tidy up the living room. Let's tidy up the living room معناها بالعربي بالعامية المصرية يلا نرتب الأوضة. Let's يعني يلا أو دعونا. tidy up يعني نرتب أو نروق. the يعني living room يعني غرفة المعيشة أو الأوضة. يعني الجملة كلها يلا نرتب الأوضة. البدايل الممكنة Let's clean the living room. Let's organize the room. نشرح البدايل. 1. Let's clean the living room. Let's or يعني يلا. clean يعني ننظف. the living room يعني غرفة المعيشة يعني الجملة يلا ننظف الأوضة. 2. Let's organize the room. Let's يعني يلا. organize يعني نرتب أو ننظم. the room يعني الأوضة يعني يلا نرتب الأوضة. I'll vacuum the carpet هقولها مرتين بالأمريكان accent. I'll vacuum the carpet معناها بالعربي بالعامية المصرية هشغل المكنسة على السجادة. نشرح التركيبة. I'll يعني أنا سوف أو ها اختصار ل I will. vacuum يعني أشغل المكنسة أو أكنس. the carpet يعني السجادة. يعني البدايل الممكنة I'll clean the rug with the vacuum. I'll use the vacuum on the carpet. I'll يعني أنا سوف. clean يعني هنظف. the rug يعني الزربية. السربية هي نوع من الفرش اللي بنحطه على الأرض زي السجادة، بس أحياناً بتكون أصغر أو مصنوعة من خامات مختلفة، وغالباً بنستخدمها في أجزاء معينة من البيت. with the vacuum يعني بالمكنسة الكهربائية. فالجملة كلها معناها أنا سوف أنظف الزربية بالمكنسة الكهربائية. الجملة I'll use the vacuum on the carpet معناها أنا هستخدم المكنسة الكهربائية على السجادة. I'll يعني أنا سوف. use يعني أستخدم. the vacuum يعني المكنسة الكهربائية. on the carpet يعني على السجادة. يعني الجملة بتقول أنا هستخدم المكنسة الكهربائية. on the carpet يعني على السجادة. Can you wipe the table? Can you wipe the table? wipe يعني يمسح أو ينظف بقطعة قماش. فالجملة Can you wipe the table معناها ممكن تمسح الترابيزة. Can you يعني ممكن أنت أو هل تستطيع. wipe
يعني تمسح. The table يعني الترابيزة. البدايل الممكنة: Can you clean the table? Mind wiping down the table. نشرح البدايل. Can you clean the table؟ معناها ممكن تنظف الترابيزة. Can you يعني ممكن أنت أو هل تستطيع. Clean يعني تمسح. The table يعني الترابيزة. البدايل التاني mind wiping down the table معناه ممكن تمسح الترابيزة أو تسمح تمسح الترابيزة. نشرح التركيبة. mind يعني هل تمانع أو ممكن، بتتقال بطريقة لطيفة. wiping down يعني مسح أو تنظيف. the table يعني الجملة كلها طلب لطيف بمسح الترابيزة. wiping down يعني مسح سطح شيء بالكامل باستخدام قطعة قماش أو فوطة. forget to mop the floor. هقولها مرتين بالأمريكان accent. Don't forget to mop the floor. Don't forget to mop the floor. معناها ما تنساش تمسح الأرض. Don't يعني لا، للنهي. Forget يعني تنسى. To mop يعني تمسح. The floor يعني الأرض، يعني الجملة بتفكر الشخص إنه ما ينساش يمسح الأرض. البدايل الأول remember to mop the floor. Remember يعني تذكر. To mop يعني تمسح. The floor يعني الأرض. Make sure you mop the floor معناها اتأكد إنك تمسح الأرض، وبتتقال لما بتوجه الكلام لشخص معين. الفرق بين موب ووايب هو في طريقة التنظيف. موب يعني يمسح باستخدام ممسحة موب ومية، ودي عادة بنستخدمها لمسح الأرضيات بماء وصابون عشان ننظفها. وايب يعني يمسح بقطعة قماش أو منديل، وده بيستخدم لمسح الأسطح من الأتربة أو السوائل زي الترابيزات، الشبابيك أو الأسطح الصغيرة. يعني موب للأرضيات ووايب للأسطح والأشياء الصغيرة. I need a clean cloth. هقولها مرتين بالأمريكان accent. I need a clean cloth. cloth يعني قطعة قماش أو فوطة، وكلين يعني نظيفة. فالجملة I need a clean cloth معناها أنا محتاج فوطة نظيفة. البدايل I need a fresh cloth. A fresh يعني جديدة أو نظيفة. cloth يعني فوطة أو قطعة قماش، يعني الجملة أنا محتاج فوطة جديدة. 2 I need a clean rag. A clean يعني نظيفة. rag يعني خرقة أو فوطة صغيرة، يعني الجملة أنا محتاج فوطة نظيفة. كل البدايل بتوصل نفس المعنى بس بتستخدم كلمات مختلفة شوية. doing the laundry. هقولها بالأمريكان accent. I'm doing the laundry. معناها بالعربي بالعامية المصرية اغسل الهدوم. أنا doing يعني بقوم به. the laundry يعني غسيل الهدوم، فالجملة كلها تعني إنك بتغسل الهدوم. I'm washing the clothes. بتبقى I'm يعني أنا، washing يعني بغسل، the clothes يعني الهدوم، فالجملة كلها I'm washing the clothes تعني أنا بغسل الهدوم. doing a load of laundry يعني بعمل دورة غسيل أو بغسل كمية من الغسيل. I'm يعني أنا، a load of laundry يعني حمولة غسيل أو دورة غسيل، يعني الجملة كلها بتعني إنك بتغسل كمية من الغسيل في دورة غسيل. الجملة I will hang the clothes to dry. هقولها مرتين بالأمريكان accent. I will hang the clothes to dry. I will hang the clothes to dry. معناها بالعربي هعلق الهدوم عشان تنشف. نشرح التركيبة. I'll يعني أنا سوف. hang يعني أعلق. the clothes يعني اللبس أو الهدوم، و to dry يعني عشان تنشف أو لتجف، فالجملة بتعني هعلق اللبس عشان ينشف. I'll put the clothes out to dry. معناها أنا هطلع الهدوم عشان تنشف. نشرح التركيبة. I'll يعني أنا. put يعني أضع. the clothes يعني اللبس أو الهدوم. out to dry يعني للخارج لكي تنشف أو عشان تنشف في الهواء، يعني بتطلع الهدوم لبره عشان تنشف في الهواء. الجملة I will hang up the laundry معناها أنا هعلق الغسيل. I'll يعني أنا سوف. hang up يعني أعلق. the laundry يعني الجملة بتعني إنك هتعلق الغسيل ليجف. جملة The sink is full of dishes. هقولها The sink is full of dishes معناها بالعربي الحوض مليان أطباق. نشرح التركيبة. The sink يعني الحوض. is full of مليان ب. dishes يعني أطباق أو أواني اللي بنستخدمها للأكل زي الأطباق والصحون. البدايل There are so many dishes in the sink يعني في أطباق كتير في الحوض. There are يعني يوجد أو في. so many يعني الكثير من. dishes يعني أطباق في الحوض. The sink's packed with plates معناها الحوض مليان على الآخر بالأطباق. packed تعني ممتلئ أو مكدس بشكل كبير، فالجملة بتوضح إن الحوض مليان تماماً بالأطباق، يعني الأطباق متكدسة ومالية الحوض بالكامل.
الجملة I am washing the dishes معناها أنا بغسل الأطباق. I am يعني أنا، washing يعني بغسل، the dishes تعني الأطباق. I am washing the dishes ليها بدايل زي I am doing the dishes يعني أنا بغسل الأطباق. I am cleaning the plates يعني أنا بنظف الأطباق أو أنا بغسل الأطباق. يعني نفس معنى I am washing the dishes لكن بصيغة مختلفة، يعني إنك بتقوم بتنظيف الأطباق. Can you rinse the plates معناها ممكن تشطف الأطباق أو تقدر تشطف الأطباق، يعني بتطلب من الشخص إنه يشطف الأطباق بالمية لإزالة الصابون أو بقايا الأكل. Can you يعني هل يمكنك أو ممكن يشطف أو تغسل بالمية the plates يعني الأطباق. Can you give the plates a rinse معناها ممكن تشطف الأطباق أو تقدر تدي الأطباق شطفة، وهي طريقة لطيفة لسؤال شخص إنه يشطف الأطباق. البدايل التاني would you rinse the plates معناها هل ممكن تشطف الأطباق، يعني بتستخدم صيغة أكثر تهذيباً لطلب شطف الأطباق وبتكون لطيفة في السؤال. ودلوقتي هقول لكم على شوية نصايح تخلي البيت دايماً مترتب ونظيف. أول، خصصي مكان لكل حاجة وحاولي ترجعي كل حاجة مكانها بعد ما تستخدميها. 2، اعملي جدول أسبوعي للتنظيف ووزعي المهام على الأيام عشان ما تتراكمش. 3، استخدمي سلات أو صناديق للتخزين عشان كل حاجة تبقى منظمة وسهلة الوصول. 4، تخلصي من الحاجات اللي مش بتستخدميها عشان تقلي الفوضى. خليكي مستمرة على العادات دي وهتلاقي إن البيت بقى دايماً جاهز ومرتب. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان شاركوا الفيديوهات مع أصحابكم عشان الفائدة تعم.